حبايبي الحلوين، في يوم من الأيام كان في مزارع كسول ما بيحبش يشتغل في أرضه، سايب الشغل كله على الفلاحين. كان بيقضي أيامه وهو قاعد ومريح تحت الشجرة الكبيرة بعيد عن أرضه. وفي يوم وهو قاعد تحت الشجرة شاف ثعلب بيجري ورا أرنب علشان يصطاده، وفجأة سمع صوت خبطة جامدة، فقام من مكانه بسرعة رغم انه كسلان، لكن كان عنده حب الفضول. شاف الأرنب متعلق في جذع الشجرة الكبيرة. للأسف الأرنب علشان يهرب من الثعلب المكار اتصدم بجذع الشجرة ومات. فبسرعة أخد المزارع الأرنب ورجع لبيته، نظف الأرنب وعمل منه أحلى عشاء. تاني يوم باع المزارع فروة الأرنب في السوق وكسب فلوس كتير. المزارع الكسول افتكر الموضوع سهل، وهو ده المكسب السهل السريع. فكر بسرعة وقال لنفسه: أنا لو قدرت ألاقي أرنب زي كده كل يوم هاكل واكسب ومش هحتاج أشتغل في الأرض. المزارع كل يوم كان بيقعد تحت الشجرة الكبيرة مستني الفرصة في إنه يلاقي حظه. حقيقي كان حواليه أرانب كتير، لكن في كل مرة الحظ كان بعيد عنه. فكان بيقول لنفسه: مش مهم، أنا معايا فرصة تانية بكرة. وقعد على ده الحال أيام وأسابيع وشهور مستني الفرصة. يا خسارة، مع الوقت أهمل المزارع أرضه، خسر أرضه. الزرع الأخضر الجميل خنقه الحشيش، ضاع المحصول وجاع المزارع. علشان كده اتعلموا يا حبايبي، اوعوا تضيعوا وقتكم في انكم تستنوا الفرصة الكويسة انها تخبط على بابكم من غير ما تعملوا حاجة. ما تسلموش حياتكم للحظ من غير ما تشتغلوا وتتعبوا. النجاح محتاج كفاح، وهي دي العبرة.